السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نهضر لكم على الصاروخ مضاد للدروع الجديد الذي يمتلكه الجيش المغربي، وهو السكيف الأوكراني الصنع. هذا الصاروخ اللي دار مجازر في المدرعات والدبابات الروسية أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا، وأثبت قدراته التدميرية الكبيرة. هو صاروخ موجه مضاد للدبابات، يعمل بالأشعة الحمراء لمدى يصل ل 5 كيلومتر ونصف. وزن منصة الإطلاق 35 كيلومتر، ويمكن تركيبه على عربات خفيفة أو متوسطة الحجم. الصاروخ هو من عيار 250 ملم، وفيه رأس حرب ترادفي حرارة بوزن 8 كيلوغرام. له القدرة على اختراق 1100 ملم ديال الدروع المركبة، والمدى الفعال ديالو من 500 إلى 5500 متر، ويمكن توجيهه توجيه ليزري وبالأشعة الحمراء، مجهز بكاميرا حرارية قوية لضمان ضرب الهدف من الطلقة الأولى. استخدام الصاروخ على نطاق واسع في الحرب الروسية الأوكرانية، وتم نشر عشرات من المقاطع القصيرة لاستعمال صواريخ سكيف ضد الأهداف الروسية، وكانت تحقق ضربات مباشرة. ومن الملاحظ أنه يمتاز بدقة عالية وبقوة تدميرية كبيرة، وتم استعماله ضد المروحيات الروسية التي تحلق على علو منخفض مثل الكاموف 52 والمي 28، وأسقطها بضربات مباشرة. المنظومة الصاروخية سكيف تم تصميمها وتصنيعها من قبل شركة لاش، والسكيف بإمكانه تدمير مجموعة واسعة من الأهداف المدرعة الحديثة، ثابتة أو المتحركة، بما في ذلك الدروع الإضافية المتجانسة أو الدروع التفاعلية المتفجرة، وحتى المواقع المحصنة. المنظومة تخدم على مبدأ التوجيه بالليزر. بعد معايرة الهدف بمنظار رقمي عالي المدى، الرامي يمكن له توجيه القذيفة من المنصة أو من الشاشات المربوطة بالمنصة عن طريق الكابل. لديه القدرة على اتخاذ نوعين من الصواريخ مع مدى يصل إلى 5 كيلومتر ونص. وحسب بيانات الأمم المتحدة، المغرب اشترى 1000 صاروخ سكيف. ومن المعروف أن القوات المسلحة الملكية تمتلك تشكيلة واسعة من أنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من مختلف من مختلف المصادر الأمريكية، الفرنسية، الصينية، الروسية، الأوكرانية إلى آخره. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في رعاية الله.